طفل سنه ما يعديش ال5 سنين بدأ يتكلم مع والدته ويحكي لها تفاصيل غريبة جدا. يحكي لها ان هو ليه ام تانية، الام دي اسمها كذا كذا، ان هو كان عايش حياة تانية فيها اخوات وفيها بيت وفيها بلد تانية كاملة اسمها كذا. بدأ يحكي لها تفاصيل هو كان عايش ازاي وهو مات ازاي. لما خدوه والده ووالدته وراحوا البلد دي، كان ماشي في البلد وكأنه كان عايش فيها من 50 سنة. لما وروله وعرفوه على ناس هو أول مرة يشوفهم، اتكلم معاهم ونداهم بأسمائهم اللي هما مكنيين بيها، اللي هما اسم الدلع. نداهم باسم الدلع وكأنه يعرفهم من سنين، كأنه صاحبهم. وفجأة وهي والدته ماسكاه من ايديه وماشية بيه، راح سايب ايديها وبيجري الناحية التانية من الطريق ناحية واحدة ست، وبينده على مامته بيقول لها أمي التانية اهي، دي اللي حكيت لك عنها، دي أمي التانية. في اللحظة دي والدته ما قدرتش تمسك نفسها، عرفت واتأكدت إن في هنا مشكلة. الطفل اللي هو ابنها ده بتستحوذ على عقليته شخصية طفل تاني كان عايش حياة تانية ومات. ازاي؟ ده هحكيهولك، بس الفيديو كامل على صفحة اليوتيوب. سلام.